صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده سهل جدا وجميل. فيديو ازاي تملي تلاجتك قبل المدارس وقبل رمضان ويبقى فيها كل الخير من حاجات بسيطة جدا. هنعمل كمان فيديو تاني بإذن الله بكرة، الجزء التاني لازاي تملي تلاجتك. يلا بينا. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. معانا 3 كيلو من اللبن الحليب، سواء كان اللبن ده عندك لسه جاي طازة او كان جاي من الفريزر، فكيه يعني يفك واستخدميه عادي خالص. ما فيش اي مشكله يا جماعه من ان اللبن كان في الفريزر او لسه جاي طازه. هنا تجيبي حلتك تبقي مسخناها كويس جدا في الفرن بتاعك او على البوتاجاز، وبعدين تحطي فيها اللبن. ترجي ازازه جدا او الكيس، عشان الرغوه دي يا جماعه هي اللي هتكون لك القشطه الجميله. تعرفي منين اللبن جميل؟ لما تلاقي كده معلم زي ما انت شايفه الازازه كده، الازازه معلمه، يبقى اللبن بتاعك ما شاء الله بخيره. الحله دي انا بعملها دايما في الجبنه، عشان كده هي سمرة، لاني بدخلها الفرن واطلعها من الفرن زي ما انتوا هتعرفوا دلوقتي. كده هنغطيه ونسيبه، نكون محميين الفرن جدا جدا، نطفي على الفرن وندخل حلتنا. يعني ما ندخلش الحله يا جماعه والفرن شغال، بنسخنه قوي ونطفيه وندخل الحله. الحركة دي تعمليها كل مثلا 3 ساعات مثلا، ما فيش مشكلة. لكن لما تنامي ما تشغليش نفسك، هتسيبيه بره الفرن عادي خالص، او جوه الفرن وتبقي قافله عليه، او ممكن تلف فيه مثلا ببطانيه، لكن انا والله ما لفتوش ببطانيه. ما تقلقيش، بعد 3 ايام هتوصلي للنتيجه اللي انت شايفاها دي. القشطه فصلت وبقى عندك رايب او جبنه تمام التمام يا جماعه، زي الفل، من غير لا منفعه ولا خل ولا زبادي يا جماعه. شتا صيف هي نفس الطريقة يا جماعة. في ناس في فيديوهات بتأكد ان الشتا ليه طريقة والصيف ليه طريقة، والله ابدا، انا عاملاه في اليومين الدنيا متلجة فيهم. ما تخافيش ابدا، واعملي نفس الطريقة وانتي قلبك جامد. هنا يا جماعة هنبتدي كده نلم قشطتنا زي ما انت شايفاها كده، بتبقى اصلا مفصولة عن اللبن الرايب. ما تخافيش خالص، ولو انت عايزة تشيليها بأسهل من كده، بتدخلي الحلة بتاعتك التلاجة لمدة مثلا ساعتين ولا حاجة، تمسك نفسها، تبصي تلاقي القشطة ماسكة نفسها. ممكن تبصي تلاقي نفسك بتعرفي تشيليها بإيدك لما بتبقى ماسكة نفسها في التلاجة. بس انا هنا كنت مستعجلة وما عنديش مشكلة، يعني هشيلها بالمعلقة. لو انت عايزه جبنتك يبقى فيها خير كده وغنيه اكتر، هتسيبي جزء من القشطه على اللبن او الرايب ده، عشان جبنتك تطلع قشطه كده وجميله زيك يا قشطه. تمام. هنا كده خلصنا ولمينا قشطتنا، وفي اللحظه دي يا جماعه هتبقي سعيده جدا 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 قوي قوي، يعني وانت بتشيلي القشطه كده اللي من عمايل ايدك، والقشطه ديت هتشوفي هتطلعي منها ايه، والجبنه ديت هتطلعيها، هتبقي فرحانه في كل خطوه وانت بتطلعي حاجتك. هنا هنوزن القشطة بتاعتنا. وعلى فكرة القشطة بتختلف من لبن التاني يا جماعة. مش عايزة حد يقول أنا جبت 3 كيلو وما ما طلعوش 400 جرام. ما تخافيش خالص، صدقيني بتختلف. لكن دايما خليكي بتشتري لبن من مكان موثوق فيه. دول ما شاء الله 400 جرام، هنحطها في الفريزر تمسك نفسها بس يا جماعة، أو في التلاجة عشان نشوف هنعمل بيها ايه بعد كده. هنا هنجيب بقى المصفى بتاعتنا، نحط تحتها طبق كبير كده اكبر منها، ونجيب الشاشه بتاعتنا الجميله الفله دي بتاعه الكسكسي، ونكون غسلينها بمسحوق ما فيهوش اي روايح تماما عشان ما يبوظنيش الجبنه. وننزل كده بجبنتنا الجميلة أو بالرايب بتاعنا، هنقطعه كده عشان نعرف ننزله مش أكتر. لكن حركة التقطيعة دي يعني مش أساسية. ما تخافيش، يعني مش بتشوفيها في كل الفيديوهات فممكن تفتكريها إن هي أساسية. لا، أنا بس بنحاول ننزلها بس بمنتهى السهولة مش أكتر يعني. هنا هطلع لك القطعة واوريكي ما شاء الله ازاي هو متماسك وجميل، وان هو ختم من غير اي حاجة خالص يا جماعة. هنا هتبدأي تفرفريه كده وتسيبيه بقى في الشاشة بتاعتك يصفي ميته. طب أنا عندي حصيرة وهحطه في الحصيرة، لا، الحصيرة دورها ما جاش. أنا ما برجحش تستخدمي الحصيرة من أول خطواتك. الخطوة الشاشة مهمة جدا يا جماعة لتصفية الشرش، لأن أصلا تصفية الشرش هي أهم خطوة في الجبنة. فما تستخدميش ما تستخدميش الحصيرة من الأول. أنا هجيلك دلوقتي في الفيديو هتشوفي هنستخدمها إمتى. هتسيبيها كده طول الليل كده، ما تقلقيش عليها خالص، هتصفي ميتها وما تقلقيش. هنا هنبتدي ننزل بالقشطة بتاعتنا اللي احنا كنا راكنينها في التلاجة تمسك نفسها او في الفريزر، ونبدأ نضربها يا ربي معلش اسفة، بالمضرب، بالكبة، بايدك، بس هتتعبي شوية. مش هياخد معاكي لو بالمضرب 3 دقايق وهتلاقي الزبدة بتاعتك فصلت
وبقت زي الفل زبدة بقى. ودي طبعا لحظة برضو من اللحظات الجميلة جدا لما تلاقي نفسك مطلعة الزبدة بإيدك، زبدة انتي اللي عاملاها. ووري دايما ولادك الخير الجميل دوت عشان يبقوا مطمنين ان دايما بيتك عمران بكل حاجة. دلوقتي هنلم زبدتك كده وتبدأي تلميها. محدش يزعل مني لو بستخدم ايدي يا جماعة، ايدي زي الفل والله، بس انا بحب كده المها واخليها زي الزبدة اللي انا بجيبها من الفلاحين عشان ابقى فرحانة بيها يعني. هنجيب طبق كده فيه مية متلجة وننزل فيه الزبدة بتاعتنا عشان لو فيها اي بواقي لبن ينزل في المية، ونغسلها كده بالمية دي. يعني انتي بتغسليها في المية دي بعد ما بتحطيها. وحتى لو جايبة زبدة من عند اي حد من اي مكان لازم تنزليها في المية الساقعة دي وتغسليها، عشان الحركة دي بتنزل اي لبن فيها ما تكونش اي طبقة عفونة وتفضل صلاحيتها لو دايما بتخزني الزبدة في الفريزر. وزناها طلعت قدامك ربع كيلو ما شاء الله. ده طبعا الشرش اللي طلع من الزبدة ده بنعجن بيه طبعا، وكله فوايد. بدل بقى ما بنعجن بالمية نستخدم بقى الشرش ويبقى كل أكلنا فيه فوايد لعيالنا. ربنا يا رب يفرجها على الناس كلها وتبقى أيام زي الفل علينا جميعا. طلعنا كده خلاص زبدتنا، وبأكد لكم ان هي ما شاء الله ربع كيلو عشان انا كنت فرحانة بيها. هنطلعها نحطها في كيس، انا بخزنها ما كنتش محتاجاها، انتي لو محتاجاها سيحيها على طول براحتك بقى خالص. انا هحطها كده في الفريزر. كده خلصنا خطوة الزبدة. هنرجع تاني نفتح الشاشة بتاعتنا بعد ما عدى 10 ساعات يا جماعة وتصفت من ميتها وطلعت كمية شرش طبعا كبيرة. ما تخافيش أبدا لما تلاقيها قلت في الحجم، اوعي تقلقي. هنبدأ كده نفتحها بالمعلقة بتاعتنا ونرش رشة ملح بسيطة. رشة الملح دي هتساعد على نزول أي بواقي مية كانت موجودة فيها. هتربطي الشاشة تاني وتسيبيها برضو. نزلت بقى حاجة بسيطة، ده الشرش اللي نزل الأول، بصي الشرش اللي نزل في الحبة دي يعني حاجة بسيطة بقى خالص. كده هنبتدي نفك بقى الشاشة بتاعتنا. لو انتي ما عندكيش حصيرة، وانا بفضل لازم يبقى عندك حصيرة لو هتعتمدي الجبنة. الحصيرة موجودة في اسواقنا يا جماعة الشعبية، موجودة في كل مكان وسعرها مش غالي، وبرجح ان انتي تجيبيها افضل. ولو يعني ليه يعني انا مش برجح بتعمل من غير حصيره، هوريكي دلوقتي. احنا هنطلعها تاني وانا ممكن هفترض ان انت ما عندكيش حصيره ما لقيتيهاش. الشاشه اللي انت ماسكاها دي هترولي كده الجبنه بتاعتك، تروليها كده زي ما انا ماسكاها كده، تفضلي تبرمي فيها، وبعد كده بالشاشه بتاعتك كده تروحي قافله عليها زي البونبونايه. تربطيها من الجنب ده ومن الجنب ده زي البونبونايه، بس رابطه جامده علشان تمسك نفسها بقى وتقدري تقطعيها زي الجبنة. تمام، ده الحل الوحيد، هو متاح بس حركة الحصيرة أفضل بكتير وهتديكي نتيجة أفضل في تماسك الجبنة. بس مفيش مشكلة لو قفلت معاكي خالص ومفيش مثلا، احنا قلنا ان لازم بنتصرف، وده والله مبدئي في الحياة، اللي موجود لازم اشغله عشان انا لازم اعمل الحاجة دي بامكانياتي اللي عندي، وهتوصلي لها وخلي قلبك جامد. هتنزلي كده في الحصيرة بتاعتك. انا بقى ما كانش عندي حصيرة، انا بستخدم المفرش ده، اللي متابعني هيعرف ان المفرش ده موجود في اغلب فيديوهاتي. بغسله كويس جدا وبنزل عليه الجبنة بتاعتي زي ما انت شايفة كده، وهبدأ ارله جامد عشان يمسك جبنتي كويس جدا، ولما اقطعها تبقى متماسكة وجميلة. تمام. ولما بخلص على فكرة بروح غسلاه وبستخدمه برضو كمفرش كشكل في المطبخ عادي خالص. المية موجودة واحنا بنغسل، مش حاجة توقفنا يعني. هنا هبدأ أرول كده زي ما انت شايفاها وامسك كويس جدا. عندك بقى أي قطعة قماش مستغنية عنها، عندك أي رباط هتربطيه من هنا ومن هنا بعد ما نقفل. بصي أنا بوريكي إن هي لسه بتنزل مية، عشان كده لسه يعني احنا قعدناها 10 ساعات. تمام يا جماعة. وبعدين هنسيبها كمان في الحصيرة في حدود مش أقل من 5 ساعات. الحصيرة بقى تمسكيها ماسكة جامدة جدا، دي أهم نقطة يا جماعة، عشان تنزل بقى أي نقطة مية. النقطة المية ديت لما بتنزل هي اللي بتخليها متماسكة، لأن أنا صفيتها من كل المية اللي فيها. هربط ربطة كويسة جدا بالرباط اللي أنا عملته، ومن هنا ومن هنا هعلقها. هتحطيها على المصفى بتاعتك برضو تنزل أي حاجة وتتماسك كويس جدا.
هامسكها من الجناب أدخّلها كده واضبطها من الجناب، أنا هنا باضبطها عشان الجناب تبقى مضبوطة وأنا باقطّعها على قدر الإمكان، هنا باورّيها لكم إن أنا باضبط الجناب ضبطتها على قد ما أقدر كده بإيدي أهو، عشان جنابِك ما تبقاش مفركشة يعني تبقى مضبوطة. هنا هنسيبها زي ما قُلت لكم 5 ساعات بقى ونرجع لها تاني نفُكّها عشان تشوفي أحلى جبنة قريش طلعت من إيدِك، وتسلم إيدِك وتسلم إيد أي حد بيعمل أي حاجة لبيته وعايز يملى بيته بالخير. هنا يا جماعة فكّرتكم إننا كنا دافعين 75 جنيه حق اللبن اللي إحنا هنعمل بيه كل المكونات ده، أنتِ دفعتِ 75 جنيه حق 3 كيلو اللبن، طلّعتِ ربع كيلو زبدة لوحدهم أصلًا ب60 جنيه. ربع كيلو الزبدة أنا مش عايزة أقول إن أكتر من كده، بتختلف من مكان للتاني على فكرة يا جماعة، كُلّه كده يقول يعني اللي هيشوف الفيديو يقول لي كده تمن الزبدة عنده بكام. الزبدة دي لوحدها يا جماعة مبلغ وقدره، فأنا باقول إن ربع كيلو الزبدة هيعمل في حدود 60 جنيه، أنتِ شريتِ اللبن ب75 جنيه، طلّعتِ منه شفشق ونُص شرش هتقدري تعجني بيه، يعني دي أبسط حاجة. هتطلّعي كام قطعة جبنة؟ طلّعتِ 5 قطع جبنة عاملين 600 جرام. متأسفة يا جماعة البرد بُصّوا ما بيروحش. هنا زي ما باقول لكم بقى باورّيكم 5 قطع جبنة أحلى من بعض، قطعة الجبنة لمّا بتشتريها من 12 ل15 جنيه في أماكن ب12 وفي أماكن ب15. لمّا تحسبيهم ب12 برضه عاملين 60 جنيه. هنا هاعمل أول بطرمان جبنة بتجيبيه ب70 جنيه مثلًا، حطينا قطعة ونُص من الجبنة القريش، معاهم 50 جرام من الزيت، معاهم 100 جرام من اللبن، معاهم رشة ملح ملح حسب الحاجة. هنا هنعمل الجبنة الكيري، تسميها الجبنة الكريمي، تسميها جبنة الدهن، براحتك. الجبن اللي بتبقى في البطرمانات يا جماعة اللي إحنا ما عدناش بنعرف نجيبها خالص. هننزّل كده هتضربيها بقى في الكبة بتاعتِك، في الخلاط براحتِك خالص أو في المضرب براحتِك، لمّا تبقى زي القشطة كده والزيت هو مادة الربط يا جماعة، عايزة تتقّليها أكتر من كده تقّليها، بس ده سُمك مناسب جدًا. هتعبّيها ببطرمانِك وكده خلّصتِ أول وصفة، نفرُم كده بصلاية وجزراية مبشورة وفلفلتين خضر نقطّعهم صغيّر ونحُط قطعة ونُص من الجبنة القريش ونبدأ ن ن نهرسهم كويس جدًا، نحُط شوية ملح، شوية كمون، كزبرة ناشفة، معلقتين طحينة، معلقة زيت حلوة كده، وتبدئي تضربيهم كويس جدًا، ودي الوصفة التانية من الجبنة تملا لِك الكمية دي هتملا لِك بطرمانين، الكمية دي تملا لِك بطرمانين يا جماعة من بطرمانات الصلصة اللي أنتِ هتشوفيها كمان شوية. يبقى إحنا بشرنا بصلاية وجزراية بشرناها وفلفلتين قطعة ونُص قريش، معلقتين من الطحينة وهنبتدي نضربهم كويس جدًا، وحطينا توابلنا وبقت زي الفل. الخلطة التالتة هنجيب كده فلفلاية حمرا، معاها كمية الزيتون بقى على حسب الحاجة، لكن طبعًا أنا كان عندي زيتونتين كده جوه المخلل قطّعتهم بإيدي وحطيت عليهم قطعة الجبنة القريش، وهتبتدي تهرسيهم كويس جدًا، وممكن على فكرة تضربيهم برضه في الكبة أو الخلاط لو عايزاهم ناعمين. حطيت عليهم شوية من شرش الزبدة عشان يخلّي المكونات طرية وناعمة عندي. برضه تاني لو عايزة تضربيهم في الخلاط أو الكبة بتاعتِك عشان تحوّليها تبقى ناعمة، جبنة ناعمة براحتِك، أنا حبيت يبقى فيها كُتل. هاحط شوية زعتر، دقة الزعتر اللي بنجيبها من عند العطار اللي هي بسمسم دي، ونحط شوية زيت حلوين، وكده وصفتِك التالتة خلصت. هيتبقى كمان من كل ده، كل بطرمان من دول يا جماعة بافكّركم إن هو عامل مبلغ وقدره في السوبر ماركت. طبعًا ممكن ما تبقاش نفس الجبنة ديّة أو نفس الطعم، بس صدقوني كفاية إن هي حاجة من صنع إيدِك، نضيفة، عاملاها من خير بيتِك، وفّرتِ ومليتِ تلاجتِك من غير ما تحتاجي لأي حد، ودي نعمة في حد ذاتها. ربنا يرزقنا جميعًا بنعمة الستر. هنا اتبقى قطعة من الجبنة القريش قسمتها بالنُص كده كانت كبيرة، وحطيت فيها فلفلاية حامية، وحطيت شوية ملح مع الشرش، وهنسيبهم بقى دي محلول حفظ لأي جبنة قريش تكون عندِك. ده البطرمان بتاع الصلصة يا جماعة أنا باغسلهم دايمًا، وباخلّيهم للحاجات اللي زي دي، كإنِّك بالضبط جايبة جبنة من برّه. هنا بُصّي منظر الجبنة قشطة يا جماعة، قشطة تحفة، تحفة.
بالهنا والشفا. ما عايزاكي تبقي نشيطة وتعملي اللي أنا باقول لِك عليه، هيعجبِك جدًا وهتحسي كده بنفسِك كده وتفتخري بنفسِك. هنا بنعبّي خلاص أنا باورّيكِ وزن ال البطرمان لوحده، عامل في حدود 150 جرام، البطرمان لوحده. الجبنة اللي جوّه أدي 300 إذًا الجبنة اللي جوّه 150 جرام. إذًا بطرمان الجبنة صافي بالجبنة اللي جوّاه 150 جرام، أنتِ عملتِ 3 بطرمانات ودول كمان هنوزن اللي اتبقى من الجبنة الخلطة دي 150 جرام، بس أنا كنت سايباهم برّه عشان الولاد كانوا هيتعشوا بيهم يعني، هاحطهم مع العشا. فأنتِ عملتِ 4 بطرمانات من الجبنة يا جماعة، البطرمان لمّا هتجيبيه هيعمل له في حدود 50، 70 جنيه مثلًا. فأنتِ بتتكلمي في توفير التوفير، ماشي؟ تمام، اتبقى معانا كمان قطعتين من الجبنة القريش، عملنا زبدة، بالهنا والشفا يا جماعة. أتمنى ليكم كل الخير وتبقى أيامنا الجاية أحسن. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت. أشوفكم دايمًا وأتمنى لكم